واخيرا اليوم راح اجرب الاكل السوري، وهنا عندنا هاي كوسه بلبن، وهاي الاكله اسمها شاكريه ويجي وياها رز وبيها اكيد لحم. والله لو ابو نجيب يدري بينا الا يموتنا كتل. وهاي المحاشي السوريه، احنا بالعراق عندنا دولمه بس هاي المره محاشي سوريه. والله هاي السفره ناقصها بس زكي. وهاي الاكله يسموها سجقات واحنا نسميها ممبار، ولك عيني اضرب. وهنا هاي المشاوي السوريه هاي يسموها شقف، وهنا هذا الكباب السوري. وهذا سجاد قاعد ياكل المندي على الطريقه السوريه، اضرب ابو الضلوع. وهنا علاء قاعد ياكل المحاشي السوريه، ولك صحه وعافيه. اضرب بالسوري لك تؤبر قلبي. وهسه راح اجرب الكوسه بلبن يا حبيبي. هلا والله وحي الله. تخبل، حاطين وياها لحم وصنوبر. الكوسه بلبن قسما بالله تموت. وهاي الشباب الطيبه، وهنا الشاكريه زينه بنت الزين. ايوه لحم، اضرب على لحم. وهاي الشاكريه السوريه طعمها خرافي، طعمها كلش طيب وغريب، انا اول مره اجربها بحياتي. الطعم مالتها لا يوصف، كلش طيب. وهاي السوريين يسموها شقف، ما اعرف ليش يا اخوان، ليش تسموها هاي شقف؟ ممكن تخبروني بالتعليقات. وهاي المشاوي السوريه بصراحه طعمها كلش طيب، تاخذ لها مننا لحسه مال ثوم، مو مشان شيء غالي، مشان صحتك. وهسه خلصنا الاكل وراح نشرب عصير طبيعي مال برتقال. طبعا ما شاء الله المطعم كلش كبير، هنا يوسع المطعم تقريبا 300 شخص، تقدر تقعد برا وتقدر تقعد جوا. وهنا الشباب اللي يشتغلون ما شاء الله تعاملهم كلش حلو، والشباب مرتبين. شكرا على هذا المطعم الحلو. الموقع ألمانيا برلين، وهذا العنوان. اليوم كنا يوم مطعم الربوة ويا الشباب الطيبة. مع السلامة.